فمن التباشير المفرحات المؤنسات هذه الأيام بدء ظهور بواكير ثمار النخيل وبعض الفواكه، وهي لمحترف الزراعة من الحسنات الجاريات، يهدون ويتصدقون، وما أكل منه طير أو إنسان فإنهم يؤجرون. والزراعة قد رأى بعض العلماء أنها أعظم الرزق الحلال، لأنها من عمل اليد، والمزارع أعظم توكلاً من حين بدئها فسيلة إلى أن تصير مثمرة سالمة من الآفات. ومن جميل عبارات العوام: حب تحت رب. وثمة سنتان أيها الإخوة، سنتان نبويتان تشرعان لمن رأى الباكورة من أول ثمر مزرعته: الدعاء وإعطاء أصغر الأطفال. ففي صحيح مسلم أن الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا بركة مع بركة، وبارك لنا في مدنا. ثم يدعو أصغر من يحضره من الولدان فيعطيه ذلك الثمر. وروي أنه يقول: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره. فعله صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بنمو الثمرة وزيادتها، بأن يدفعها إلى من هو في سن النماء وفيه ملاطفته للصغار، وأن إدخال المسرة على من لا ذنب له أعظم من سرور الكبير. ومن أهدي له ثمر أو خراف فليقل: بارك الله فيكم، وليقل المهدي كما كانت عائشة تقول: وفيهم فبارك الله. تقول: نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى لنا أجرنا. فاللهم اجعلنا من أتباع نبيك على سنته، والواردين على حوضه، والمجتمعين به في جنتك.